أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهل للأبراج. أهلا بك امرأة برج القوس. مساء السعادة الإيجابية عليكم، مساء الفرحة. النهاردة هنتكلم عن العلاقة العاطفية من غدا بإذن الله يوم 25 مارس حتى يوم 25 أبريل لعام 2024. القراءة دي قراءة عامة تنفع لكل العشريات الأولى والثانية والثالثة، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وكمان لو انت مشتركة بالفعل يا ريت نعمل لايك ومشاركة للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من محبي امرأة برج القوس. امرأة برج القوس إن شاء الله بعد قليل هتنزل الحلقة من يوميات امرأة برج القوس، بس دي كانت قراءة عاطفية يعني هنزلها دلوقتي، وبعد نصف ساعة هتنزل اللي هي الحلقة اللي متعودين عليها اللي هي من يوميات امرأة برج القوس، فتابعوني في القناة. امرأة برج القوس، القراءة العاطفية دي هي عبارة عن قراءة خاصة بالعاطفة بس. في سر انت هتعرفيه لاشتياق الحبيب ليكي. يعني احنا لو سألنا ما هو سر اشتياق الحبيب ليكي، تعال اقول لك ايه السر. اولا، حبيبك أو ما يريد قلبك أو اللي يريدك هو بالفعل عنده غيرة بتدب إلى قلبه كل وقت. في غيرة بتدب في قلبه كل وقت، بيشتاق إليك بسبب إنه هو دايما بيشعر إنك يا امرأة برج القوس سبب من أسباب النجاح هتكوني في حياته أو سبب نجاحه. كمان هو بالفعل بالرغم انه نقول بيتجاهل كان وبيتهرب، هو حاليا يعرف قيمتك كويس. هو ندمان بالفعل عليك، هو الآن معلق، هو يريدك وبيبحث عنك. حبيبك الآن في موقف ضعف حقيقي، ورحيلك عنه بالفعل ساب فراغ كبير. هو بالفعل يشعر انك توأم روحه، وإن بتوقيت إلهي سوف يجمعكم مع بعض. هو عنده أمنية من الداخل طال انتظارها، وهي إنه تكوني ليه أو تكوني سبب السعادة في حياته، وإنه يكون معاكي في وفاق وتفاهم. طيب إيه سر اشتياق الحبيب ليكي؟ بكرر تاني، عايزين نعرف إيه سر اشتياق الحبيب ليكي وما هو السر القوي لذلك. أولا، امرأة برج القوس، الحبيب يعرف تماما إنك فتاة حكيمة، تفكرين بعقلك لا بقلبك، تحاولين كتم أسرار حبك، وصعب إنك تنطقي بكلمة أحبك، ولكنك إنسانة حساسة مخلصة، أحاسيسك نقية وصادقة، تفضلين الحب الروحي، وبيشغل عقلك دائما الاستقلال وتحفظك. الحبيب أيضا يعرف تماما، وده سبب من أسباب سر اشتياقه ليكي، إنك صائدة ماهرة بيدك آلة الحب، تصوبين سهامك لصيد القلوب، وأنت بالنسبة له صيد سمين، صيد سمين، لأنك تنال إعجابه، وهو يعرف تماما إنك فتاة أحلامه. حتى لو بيظهر قدامك بشيء آخر، لكن هو بيعرف تماما إنك فتاة أحلامه. كمان هو عارف تماما إن قلبك غني بالمشاعر الفياضة والأحاسيس الجارفة، وإنك مخلصة. وحطي تحت كلمة مخلصة دي كتير من الخطوط. هو يعرف تماما. هو أيضا يعرف إنك ملكة متوجة على عرش القلوب، تحبين بصدق وإخلاص، ولا توجد عبارات لوصف حالك كمحبة، لأنك بالفعل منتهى التميز.
هو يعرف تماما أيضا أنك امرأة واحدة، ولكنك بألف امرأة في عينه، وبتستحوذين على عقله وتفكيره، ولك سحر ودلال ونار ولهيب في قلبه. امرأة برج القوس، الحبيب يريدك بالفعل، وقريبا سوف يكون الفرح الحقيقي ليك وليه. على فكرة، إذا استطعت أن تجد تفسيرا لحالة من عدم الاستقرار ليك وليه، وهو بسبب دائما إن حبيبك بيكون جواه اشتياق، وفي نفس الوقت عايز يكون التجيل اللي ذو الشخصية القوية أمامك. ولكن امرأة برج القوس بينصحك أيضا لك بعدة نصائح. هو أنا قلت لك السر اللي هو بسببه هو دايما بيبحث عنيكي حبيبك، ولكن امرأة برج القوس دايما خليكي حكيمة في تعاملك مع هذه الشخصية، لأن هذه الشخصية بتحتاج منيكي لروح الدعابة علشان تضيف على هذا الحوار جوا من التفاؤل والفرحة. يعني ما تكونيش بقوة الجد مع هذه الشخصية، لأنه هذه الشخصية لما بتلاقاك جد جدا بيبقى مش عارف يتكلم أو بيظهر ما بداخله. كمان لا تسيري غيرته، لأن احنا زي ما قلنا امرأة برج القوس هو شخص بيغير بالفعل عليكي وبيخاف عليكي، وما بيحبش دايما انه يعني انك تغيري او تثيري غيرة هذا الشخص. هو بيخاف من المنافسين او الحاسدين، فاستعيني على قضاء حاجاتك بالكتمان، وخاصة في حياتك العاطفية مع هذا الشخص. الاستقرار عند هذا الشخص بيمثل شيء مهم، فهو يعني نقول عليه إن هو شخص ما بيحبش الحركة الكتير، أو ما بيحبش السفر، أو ما بيحبش التنقل، أو ما بيحبش الكلام الكتير. وزي ما قلنا في الفترة اللي فاتت أو في الحلقات اللي فاتت إنه بيكون بيعمل اختبارات كتير، ولكن وراء هذه الاختبارات هو بيحب الهدوء وراحة البال والسعادة والحب والأمل. استمر في نجاحك وأعرفي ما بداخله، وحاول إنك تفهمي شخصيته وتواجهي شخصيته بأسلوب من الذكاء علشان تقدري تكسبيه جدا. أنا مش هطول عليك يا امرأة برج القوس، ولكن دي كانت قراءة عاطفية بسيطة، وانتظروا مني بعد قليل إن شاء الله حلقة يوميات امرأة برج القوس، وخبر سعيد جدا جاي في هذه الحلقة. انتظروني وإلى اللقاء.